السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. بغيت نعاود واحد القصة طرات معايا اليوم. عندها علاقة بالريد بيل. المهم هاد الحركة ديال الريد بيل اللي كاينة عندنا في المغرب عندها واحد العلاقة بها. المهم القصة الإخوان بدات، أنا كاري عند واحد السيدة أنا وشي دراري خدامين هنا بلا ما نذكرو المدينة كارين. المهم واحد اللقطة مجموعين السيدة اللي كارين عندنا داخلين يعني كنهضرو على هادشي ديال مرا كبيرة مرا صغيرة هذا. واحد اللقطة، انا قلت لهم شوف دابا حاليا الشباب راه مبقاوش باغي يتزوجوا بمرا كبيره، راه غير 26 عام راه كنعتبروه حنا شارفه. وقلت لهم واحد اللقطه باللي دارت واحد الدراسه بريطانيه باللي المراه اللي كتفوت 30 عام راه البويضات كيبداو يموتوا لها، واحتمال كبير ان يتزاد شي ولد ان يتزاد بتشوهات خلقيه. حتى لهنا واحد اللقطه كنا كنهضروا على واحد الدري طرا ليا مع واحد المشكل. انا قلت لها خالتي راه كون جيت تولدي قدام قد هاد الدري راه كون ولدتي هي السيده عندها واحد 40 عام. تخيلوا ما هي ديك صافي. انا قلت داكشي ماشي بواحد النيه ديال السوء نهائيا. الغد اللي كتدخل السيده كتسلم على الدراري ما كتسلمش عليا. مشيت خدام الغد اليوم جيت واحد اللقطه دويت معاه قلت لي ما دويش معاه. قلت لي اخر مره جبدني على فمك. فاش سولت الدراري اللي معايا على شنو المشكل قالوا لي ها شنو كاين ها شنو كاين ها علاش وعلاش وعلاش. هنا الاخوان كنرجعوا باللي فريمون ريت بيل راه كاين، داكشي اللي كيقول راه كاين من الاخر. لان السيده هي فهمتها في ذاك الكوطي، واخا حنا ما معنيناش عليها نهائيا، مي فهمت باللي هي تقرصات انها كواحد السيده اللي اجي صافي كبرات البويضات ماتوا وهذا وما. تحيه صحاب الريت بي الله الا تحياتي اقسم لكم بالله الا نزل لكم الشابو في هذه اللحظه. راه قبل هذه اللقطه هذه شتا قدام عيني وطراش معايا انا دابا، والسيده جرات لي من الكرانه دابا في الاخر ديال في من هنا لك 25 في شهر جوج غادي نخرج صافي جرات عليا. ولكن تحياتي الريد بيل من الاخر.